كلية سياحة وفنادق خلاص بالسلامة. ركز معايا عشان تفهم تفاصيل الخبر كويس. عمر أحمد بيقول لك إيه؟ طبعا إحنا عرفنا إن في تغير شامل في المنظومة التعليمية، كليات وثانوي وإعدادي الفترة اللي جاية. في كليات هتتلغي وأقسام هتختفي وحاجات كتير، ودي أول خطوة. جامعة أسوان أول جامعة هتتحرك في تنفيذ التعليمات الرئاسية اللي اتقالت في الآخر كام خبر إحنا متابعينهم، إن أي تخصص ملوش لازمة أو ملوش سوق عمل هيتلغي أو هيدمج مع كلية تاني، وده اللي حصل بالظبط. كلية سياحة وفنادق اندمجت مع كلية الآثار وباسمها كلية سياحة وآثار، وده طبعا عشان يتربط المجالات بسوق العمل، وانا شايف انه قرار كويس جدا. ودي اول جامعة تقوم بالموضوع ده، جامعة أسوان. خلاص كده هناك ما عادش في حاجة اسمها كلية سياحة وفنادق، السياحة والآثار. والله انا حاسس ان اللي جاي خير حرفيا. التعليمات دي لو اتطبقت على كل الكليات وبدأت الطلبة تحس ان في شغل بعد الكلية، هنلاقي حاجة تاني خالص. والله ارتياح نفسي كده ان في شغل بعد الكلية، وان شاء الله الكلام ده يتطبق صح. ودي اول كلية كانت معانا، ومتابعكم بكل الكليات اللي جاية بإذن الله. اي حاجة هتتغير، اي حاجة هتختفي، اي حاجه هتتلغي، هتلاقي هنا عندي على الاكونت. فما تنساش تعمل فولو عشان يوصلك كل جديد. انا خايف على كليه سياسه واقتصاد والله، ربنا يستر. تتوقع انت بقى الكليه اللي جايه تدور عليها كليه ايه؟ هشوف كل كومنتاتكم باذن الله. كل يوم معلومه في حياتك العلميه والعمليه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.